من الطرف الجزائري واللي نعرفه من الطرف المغربي من خلال الكثير من الأصدقاء على مدى 30 سنة وأنا في المهنة على الأقل في الوسط الإعلامي والفني. الشيء اللي نعرفه هو أنه المودة اللي موجودة بيناتنا لا يمكن أن تزول أو تتزعزع مهما كانت الاختلافات. خلينا نقول والاختلافات هذه موجودة حتى في العائلة الواحدة، فيجب أن نعتبرها عادية وطبيعية جدا، ويجب أن نتعامل معها على أنها اختلافات بين إخوة وأخوات في نفس البيت وفي نفس الأسرة. اللي موجود بين الجزائر والمغرب أعتقد بأنه جذوره عميقة، واللي موجود بين الجزائر والمغرب بين الشعبين وحتى بين الدولتين أعتقد بأنه راح يكون عنده فائدة كبيرة للبلدين وللشعبين، لأنه خيرات اللي موجودة بين الجزائر والمغرب لا توجد بين بلدان أوروبية أخرى. الاتحاد الأوروبي عامل اتحاد بلغات مختلفة وثروات ضئيلة. احنا عندنا الثروات اللي عندنا ما يعلم بها إلا ربي، الحدود اللي عندنا بيناتنا والتاريخ اللي عندنا نقدر نبني به مستقبل لن نكون فيه بحاجة إلى أي بلد. الخير إن شاء الله للمغرب أولا، للجزائر ثانيا، ونتمنى إن شاء الله كل ما يريده الشعبان يتحقق، سواء كان الشعب المغربي أو الشعب الجزائري. نقول له بأنه احنا مصيرنا واحد، تاريخنا واحد ومصيرنا واحد، واللي بيناتنا مش فقط ملح، بيناتنا دم كذلك. ولما يختلط الملح والدم أعتقد بأنه يعطي أشياء لا يمكن أن تجدها في خلطة أخرى. ليس جديد على الجزائريين وليس جديد على المغاربة، نحن ندرك ونعرف جيدا ونقدر هذه المشاعر والأحاسيس، ونعرف ونقدر كذلك مشاعرنا تجاهكم، تجاه الإخوة في المغرب من زمان. طبعا مشاعر طيبة جدا، الجزائريون يثمنونها كثيرا ونثمنها أكثر، خاصة عندما جاءت على لسان جلالة الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش أنه يقدرها ويثمنها، فيجب أن يعلم بأنه أيضا الجزائريين يقدروها ويثمنوها أيما تقدير وأيما تثمين. خطوة ولبنة أخرى ومبادرة أخرى ومد يد أخرى أن يتحدث جلالة الملك عن منتخب جزائري متوج بكأس أفريقيا، فهذا أمر عنده دلالات كبيرة جدا. يعني أنا لا أعتقد بأن هناك ملوك أو أمراء أو حتى رؤساء دول أخرى يتحدثون بهذا الشكل عن تتويج منتخب آخر مثل ما تحدث عنه جلالة الملك بهذا الشكل أسبوع تقريبا بعد التتويج، في ذكرى عزيزة على الشعب المغربي وعزيزة أيضا على جلالة الملك. أعتقد بأنها تحمل الكثير من الدلالات وتحمل الكثير من المعاني ووصلت الكثير من القلوب في الجزائر.